ذبحت جوزي وشفيت العظم من اللحم وعملت لحمه سندوتشات حواوشي ووزعتها على الناس الغلابة لوجه الله سبحانه وتعالى، واللحمة اللي اتبقت عملت منها كبسة عشان الناس تاكل وتنبسط. أنا بنت غلبانة قوي من قرية معروفة إن القرية دي كل الناس اللي فيها غلابة. عدى سني ووصل لل25 سنة، معنى كده إن أنا قطر الجواز فاتني خلاص، وبقيت عانس في كل نظر أهل القرية. كل البنات اللي أصغر مني في السن اتجوزوا، واللي خلفت واللي عايشة مع جوزها وسعيدة، وأنا الوحيدة اللي عايشة بالمنظر ده. ما كانش في راجل بيرضى يقرب لي ولا يتقدم لي، وطلع عليا كلام كتير قوي في القرية اللي أنا فيها، لحد ما في يوم من الأيام اتقدم لي راجل كبير في السن، كان متجوز وعايش حياة كويسة جدا مع مراته، وما كناش بنسمع عنه أي حاجة وحشة. الراجل دوت مراته توفاها الله، وهو قرر ان هو يتجوز وعايز يجيب مكانها واحدة ست في بيته. قرر ان هو يروح يتقدم لبنات اهل القرية من بيت لبيت من بيت لبيت، كل واحد كان بيرفض ويقول له انت كبير في السن قوي، مش هدي بنتي الراجل عجوز زيك، امشي اطلع بره بيتي. لحد ما الخبر وصل لاهل الدار عندي، وساعتها اهلي عرضوا عليه وقالوا له تعالى، احنا عندنا بنتنا تنفع للجواز وبنت بنوت وزي الفل، احنا موافقين بكل طلباتك، تعالى اقعد معاها وشوفها وربنا يكتب لكم الخير. وفعلا هو ما كدبش خبر، وجالنا لحد الدار وطلعت قعدت معاه. ببص لقيته راجل كبير قوي في السن، اتصدمت وقتها، وطبعا الرفض بان على وشي. جريت على امي وقلت لها انا مش عايزه اتجوز ده يا ماما، الراجل ده كبير في السن. قالت لي هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، انت كبرتي وبقى عندك 25 سنه، وده الوحيد اللي رضي بيكي، هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. وكل اهلي ضغطوا عليا، اتجوزته فعلا. وليله الدخله حصلت، كانت أسوأ ليلة في حياتي. كنت في حضن راجل كبير في السن، راجل عجوز ما كنتش طايقاه وقرفانة منه، ولكن خلاص الحياة أجبرتني إني أتعامل، وبقيت مراته وبقيت عنده في الدار بخدمه وبقضي واجبي معاه كأني واحدة صغيرة بخدم راجل عجوز في السن عشان ياخد الدواء أو يتعالج ويعيش ويبقى كويس. حقوقي الزوجية ما كنتش باخدها، هي كانت شبه منعدمة، وكمان واجباته معايا في البيت ما كانش فيه خالص حاجة بيعملها لي. كنت عايشة كأني خدامة ليه وللدار، أخدم وأنظف وأعمل وهو ولا على باله. لحد ما في يوم من الأيام قلت له أنا الوضع ده مش عاجبني، أنا عايزة فلوس، أنت بخيل قوي عليا، ما بتدينيش فلوس، عايزة أصرف وأجيب آكل وأشرب. لقيته بيقول لي هو ده اللي عندي، أنت هتزيطي فيها ولا إيه؟ وإن كان عاجبك وما كانش عاجبك الباب يفوت جمل. رحت اشتكيت لأهلي وبقيت مكسورة الجناح، وقالوا لي ارجعي بيتك وارجعي دارك، خليكي مع جوزك. وفضلت فعلا معاه. وانا يا جماعه زي ما قلت لكم انا من عيله غلبانه وبسيطه قوي، اهلي رموا طوبتي بمجرد ما اتجوزت. فضلت على الوضع ده مده كبيره، من ضرب الاهانه لشتايم لبخل لعدم احساس بالامان او عدم احساس ان انا لسه صغيره. عرضت عليه ان انا اخلف، قال لي لا انا مش عايزه اخلف. وبعدين انت عايزه الخلفه من ايه؟ هو احنا اصلا قادرين نصرف على نفسنا ولا نجيب اكل ولا شرب؟ هو وضعنا كده تمام. لقيت نفسي بتدفن وبتعذب وبتعامل اسوأ معامله، لحد ما في يوم من الايام اتخنقت منه جدا، وخناقه ما بيننا كانت كبيره قوي. مسكني ضربني علقه سخنه، وطبعا انا اقوى منه، اتعصبت عليه وجبت اخري، نزلت ضرب فيه. لقيته راجل كبير في السن قدامي ضعف فجأة بقى زي الأطفال، وقع على الأرض. لقيته بيقول لي انت واحدة كلبة، خدي بعضك واطلعي بره البيت وما اشوفش وشك هنا تاني. نزلت في ضرب أكتر لما لقيته بيقول لي انت واحدة ما تسويش أصلا في سوق البنات حاجة. ضرب 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 لحد ما لقيته وقع مني على الأرض. لقيته مات، اجيبه شمال يمين مات، قطع نفس. ما بقتش عارفه اعمل ايه، بقيت عماله الطم على وشي واصوت في صمت كده بالراحه موطيه صوتي لحسن حد ياخد باله. في اليوم دوت فضلت قاعده مش عارفه اعمل ايه. دخل عليا الليل وانا في رعب شديد جدا. في الاخر سمعت صوت دوشه تحت، افتكرت ان في حد بلغ عليا او حد سمع صوت حاجه. طلعت ابص من الشباك لقيت عمال تبع تصليح الصرف الصحي بيظبطوا حاجه عندنا في الشارع، وهنا قلبي كان هيقف، ولكن لما عرفت ان هم عمال الصرف الصحي قلبي هدي شويه. ما بقتش عارفه اعمل ايه في الراجل اللي معايا. عدى عليا تاني يوم ورحت جريت نزلت تحت الشارع، اشتريت سكاكين واشتريت ساطور وسنيت الحاجه، وكل حاجه بقت تمام. وخدت بعضي وطلعت شقتي، ومسكت جوزي قطعته حتت صغيره، وبدات اشفي العظم عن اللحم وعن الجلد، وكل حاجه بقت لوحدها. خدت العظم وحطيته في شوال، ومسكت اللحم قطعته حتت صغيره، وخدت اللحم وحطيته في التلاجة. والعظم ما بقتش عارفه اعمل فيه ايه. افكر شمال يمين لحد ما لقيت ان في عندنا عماره مهجوره بيرموا فيها اي كراكيب واي اوساخ او اي حاجات قديمه ومحدش بياخد باله.
ومحدش بيقرب من المكان ده اصلا. خدت الشوال بالعظم اللي فيه ولميته وحطيته على ظهري، وجريت بالليل ورميت الحاجة هناك في المكان الفاضي دوت او المهجور ده. ومن بعدها تاني يوم قررت ان انا همسك اللحم اقطعه حتت صغيرة، حتت صغيرة قوي، وفرمته فعلا. ورحت الفرن اشتريت عيش وبدأت اعمل لحم جوزي حواوشي، وتبلته وحطيت عليه البهارات والتوابل. ولكن ما عنديش مكان يساوي كل الاكل ده او يطبخ الاكل ده كله. رحت على الفرن وخدت الحواوشي وقلت له انا عايزه اساوي اللحمه ديت او الحواوشي ده واطلعه لوجه الله صدقه. لقيته بيقول لي وانا مش هاخد منك فلوس وهشارك معاك يا ستي لوجه الله. وفعلا سوالي الاكل واخد منه شويه سندوتشات. ورحت على عمال الصرف الصحي او عمال التصليح واديتهم السندوتشات واكلوها وفرحوا قوي. اهل المنطقه استغربوا وناس قالوا لي ايه ده؟ قلت لهم اصل انا بفرق لوجه الله لان انا جوزي جاله سفر بره والحمد لله الدنيا بقت كويسه. طبعا الناس اتصدمت وقتها، قالوا لي سافر من غير ما نعرف، حاجه غريبه قوي. ولكن اكلوا وكانوا فرحانين بالاكل. بعدها طبعا جوزي اخباره اتقطعت وكان ليه اخ تاني، ولكن اخوه دوت ما كانش بيسأل عليه قوي او ما كانش بيتقابل معاه قوي، بس كانوا عارفين اخبار بعض طبعا لفتره تانية. لقيته بيكلمني بيقول لي اخويا فين؟ اخباره اتقطعت ومش عارف عنه حاجه. وقتها قلت له اصل هو سافر. قال لي سافر من غير ما يقول لي؟ طب ازاي؟ قلت له اهو ده اللي حصل، اخوك بقى وعندك واساله. اخويا بدأ يشك ويحس ان في امر ما والموضوع غريب. طبعا وقتها انا كنت شايف العمال تحت بيصلحوا وافتكرت ان هم هيجولنا تاني وتالت ورابع والموضوع هيطول. قلت بكره بقيه اللحمه اللي في التلاجة هفرمها وهعملها كبسه واوزعها عليهم. ولكن لقيتهم ان هم مش هيجوا غير النهارده بس. ما بقيتش عارفه اعمل ايه. تاني يوم طبخت اللحمه ووزعتها على اهل المنطقه بالكبسه اللي انا عملتها، والناس كلها اكلت. واخو جوزي جه وقال لي اخويا فين؟ قلت له زي ما قلت لك سافر. اخو جوزي بدأ يشك فيا وفي حاجه بقت مريبه وغريبه وما بقاش مصدقني. طبعا وقتها حصل معجزه او حاجه غريبه جدا. بعدها بفتره الناس لقوا الكلاب متجمعه عند البيت المهجور ده، وتجمع كان كبير جدا، وكل كلب في بقه عظمه، وعظمه طويله وشكلها غريب. الناس بدأت تترعب. بلغوا وقتها الشرطة أو بلغوا المباحث جت وأخدت عينة من العظم، وهنا اكتشفت إن دوت عظم بشري. هنا ساعتها تم استدعاء النيابة لأخو جوزي واستدعوني أنا كمان. في التحريات أنكرت إن أنا عارفة أي حاجة وقلت لهم إن أخو جوزي هو اللي قتل وأنا ماليش دعوة. ومن بعد التحريات اكتشفوا وعرفوا الحقيقة وضغطوا عليا ضغط جامد جدا. عرفوا إن أنا اللي قتلت جوزي وذبحته وفرمت لحمه وطبخته حواوشي وكبسة. أنا والله العظيم مظلومة، هو اللي عمل فيا كده وهو اللي كان وصلني لكده. اتحكم عليا بعدها بالإعدام واتعدمت، ودلوقتي روحي طلعت للخالق. ادعولي بالرحمة وادعوا كمان لجوزي بالرحمة. أنا ضحية مجتمع أهلها غدروا بيها والناس كلهم تخلوا عنها، وهي دي كانت النتيجة.